السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم فلفلة معمرة بالكفتة بصلصة الطماطم، طبق جد رائع ولذيذ بزاف. اول حاجة غنحتاجو الكفتة، عندي هنا 300 غرام ديال الكفتة، باقة ديال المعدنوس وباقة ديال القزبور، حبة بصل، نص بصلة غنديرها مع الحشو والنصف الاخر في صلصة الطماطم، 4 حبات طماطم، 3 الفصوص ديال الثوم، 100 غرام ديال الروز الابيض اللي مكور ماشي الاصفر الطويل، هذا المكور، 2 معالق صلصه طماطم مركزه، وعندنا فلفله الحمراء اما غبره او صوص بحال هذه، الملح، بزار، كمون، شويه د لاصوص حاره على حسب الذوق، فلفله خضراء او حمراء اللي كان متوفر، كاس ديال الماء بالنسبه للرز باش نسلق الرز او اكثر. غادي ناخذ الرز غادي نغسلو وغادي نديرو في كاسرونه، غادي نضيف عليه الماء تقريبا كاس او كاس ونص. انا درت الرز اللي كيكون مكور وبيض كيكون كيتلصق شويه، كنضيف الماء والملح كما قلت لكم. الماء خصو يكون الضعف ديال الرز، الضعف ديالو، هادشي كله باش ما نحتاجش نقطرو من بعد منين يطيب، كيطيب قدو قد الماء. غادي نردو فوق النار، غادي نغطيه وغنقص العافيه. غادي نمشي نصوب دابا صلصه الطماطم، ناخذ طحانه او حكاكه يدويه اللي كان موجود، غادي ناخذ نصف حبه بصل والنصف الاخر غادي نخليه للحشو ديالنا ديال الكفته. نبدا بالطماطم نقطعها كما كتشوفوا، الطماطم ما كنقيهاش كامله، كنخلي النص د القشره باش كتعطي لون احمر لصلصه الطماطم. كنضيف الثوم كذلك، والقزبور. المعدوس كنخليه مع الكفته، القزبور كنديرو في صلصه الطماطم. صافي دابا غادي نطحن كلشي، شويه عمره لكن صعيبه. هكذا مزيان صافي. دابا غادي نديرها في الكاسرونه وغادي نردها فوق النار، نديرها في الكاسرونه. غادي نضيف القليل من الماء شويه، وغادي نضيف صلصه الطماطم المركزه، الفلفله الحمراء مطحونه او غبره لا عندكم بابريكا، والتوابل والحرور، حرور طبعا على حسب الذوق. غادي ندير البزار، الكمون لا ماشي دابا الملح، البزار والملح وفلفله حمراء وزيت
الطبخ. صافي دابا غادي نردها فوق النار. في هذا الاثناء غادي نوجد الحشو ديال الكفته. نصف البصله اللي بقات لي والباقه ديال المعدنوس. كنطحنهم مزيان. مازال شويه. صافي دابا مزيان. غادي نضيف دابا نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. في نفس الوقت الرز راه كيطيب. من الاحسن الرز يطيب قبل كيكون بارد. انا غادي نستنى شويه على ما يطيب لي الرز. كنضيف الكفته. على الكفته كنضيف ليها البصله والمعدنوس اللي طحنا والعطريه. الفلفله الحمراء. البصار. الكمون تقريبا غير راس المعلقه ونصف معلقه صغيره معمراش. الملحه والحرور على حسب الذوق. كناخذ دابا الفلفله ديالي غادي نوجدها حتى هي. غادي نحلها بحال هكذا. غنحيد لها ديك الشابو ديالها وغنخويها مزرعه لداخل غير بالمهل باش ما تقطعش. كما كتشوفوا بحال هكذا. نخويوها مزيان. كنرد لها الشابو ديالها وكنخليها على جنب. وناخذ عاوتاني واحده اخرى. نفس الطريقه كنحيد العود ديال الفلفله باش ما يبقاش قنطني. وكنحيد عاوتاني القلب مره اخرى بحال هاد الطريقه. وكنجبد غير بشويه ما خصهاش تهرس باش الحشو من عمرها بالكفته ما تخرجيش الكفته منها. نتوما ملي تبغيو ديروا هاد الوصفه هذه من الاحسن تشيو فلفله اللي تكون مقاده. انا قضيت باللي عندي شي حبات شويه عوج عذبوني كيعذبوا في التصواب. بحال هذه مثلا كتكون فلفله هكا مسرحه كتجي احسن. صافي حتى نسالي الفلفله كلها اللي عندي. دابا الرز ها هو طاب كما كتشوفوا. ما فيه حتى شي قطره د الماء ناشف. ما غنحتاجش كاع نقطرو. الاحسن نصوبوا بهذا الماء ديال بهذيك كيكون معلك. غير ما تنساوش نقصوا العافيه حتى للتالي. يعني تخليوها كدمع وتغطيو الرز. راه كتلقاوه هو هذاك غير مره طلعوا عليه باش ما تلقاوش لصق. صافي دابا غادي نخليها تبرد شويه وغادي نضيفها
على الخليط ديال الكفته والبصله. دابا غادي ناخذ الروز وغادي نحطو على جنب حتى يزيد يبرد مزيان. بالنسبه لاصوص الطوماط هي واجده طابت لنا، غادي نخليها باقي فيها شويه ديال الماء لان مازال غترجع تدخل الفران مع فلفله. صافي دابا الروز ها هو برد شويه، غادي نضيفو على الكفته والبصله. غادي نخلط مزيان. صافي دابا غادي نجيب فلفله والليمون اللي غيدخل الفرن، غنبدا نعمرها. اول حاجه غناخذ لاصوص طوماط وغادي نخويها في المول ديالي هكذا، والفلفله اللي عمرتها غادي نحطها من فوق. نوريكم الطريقه. في هذه المرحله غادي نخدم يديا باش هي اللي غادي تساعدنا باش ندخلوا مزيان الكفته لداخل. كندفعوا لداخل باش الجهه التحتانيه تعمر. هكذا غير بالمهل باش الفلفله ما تقطعش. ندفعوا الكفته غير بشويه. صافي دابا غادي نغطيها، ندير لها الشابو ديالها كتشوفوا ونحطها فوق. كنغطيها بالغطا ديالها بهذه الطريقه. غادي نغطيها ونحطها. دابا غادي نديرها في المول. نوريكم واحده اخرى. كنضغطوا لداخل باش تدخل الكفته مزيان. نمسحوا الجوانب ديالها ونرجعوا نغطيوها ونديروها فوق صلصه الطماطم. غادي نحطوها قدام الاخرى حتى نكملوا الفلفله ديالنا كامله. هانتوما كما كتشوفوا عمرت الفلفله كامله اللي عندي، كنبقى غاديه مع الحشوه حتى كتسالى تقريبا. دخلوا لي هنا 9 الحبات الفلفله. صافي غادي نشعل الفرن قبل كيسخن حراره متوسطه باش الفلفله طيب، وغادي ندير العافيه غير من التحت، وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما توجد. هي فلفله من بعد ما خرجت من الفرن كما كتشوفوا. كنخليوها مزيان حتى كتحمر من الفوق عاد كنخرجوها. هذا هو الشكل ديالو النهائي. طبق التقديم. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم، راه كيجي بنين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش تدعموني باللايكات وبالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. شكرا.